الشيخ بيقول إنه بقاله 20 سنة بيعالج بالقرآن والرقية الشرعية، شاف فيهم كل الإصابات بنسب متفاوتة من سحر وحسد ومس وعين، لكن في السنوات الأخيرة أغلب الإصابات كانت سحر بالاسم، حد قاصد يأذيك والشر في قلبه زي الهوى اللي بيتنفسه. وده نفس اللي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين واتفق أهل السنة والجماعة على صحته. أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. اليهود لعنهم الله اتفقوا مع لبيد بن الأعصم إنه يعمل سحر للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتخيل إنه عمل الحاجة وهو ما عملهاش، والسحر ده كان من أشد أنواع السحر، وكان الغرض منه قتله صلى الله عليه وسلم. أيوة زي ما سمعت، من السحر ما يقتل بإذن الله، ولكن ربنا عصمه من كيدهم فتخفف لسحر الربط، وهو منع الرجل عن إتيان زوجته. ونستدل من كده على حقيقة السحر وإنه ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. حتى كان ذات يوم دعا ودعا. نتعلم من كده إن أول علاج لرفع بلاء السحر هو سلاح الدعاء، لأن دي أول حاجة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا ودعا، يعني ألح في الدعاء بتكرار وبدون ملل. اسمع كلام ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تقدر تدعي ربنا العظيم في أي وقت، وأوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، أو وانت بتصلي ركعتين قيام آخر الليل، أو وقت نزول المطر، أو عند السجود، أو تصوم وتدعي ربنا وانت بتفطر. وتعلم القاعدة دي: برنامج علاجي بدون دعاء برنامج ناقص الأركان. اللهم اكفني شر خلقك بما شئت. ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. الشرح إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان مشتغلا بالدعاء، وقال لها إن ربنا استجاب دعائه ونزل له ملكين، واحد قعد عند راس النبي صلى الله عليه وسلم، والتاني عند رجليه صلى الله عليه وسلم. واحد منهم قال للتاني: إيه اللي وجعه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجاوبه بإنه مطبوب يعني مسحور. فسأله: مين اللي سحره؟ فقال له: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في ماذا؟ قال: في مشت ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سألوا في أي شيء سحروا، فقال له: في المشت بتاعه وشعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتكون في المشت بعد لما بتسرح، وحطهم في وعاء طلع النخل اللي هو ده. فسألوا: فين السحر ده؟ فقال له: في بئر ذروان، وهي كانت بئر في المدينة. ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا، ثم دفنت البئر. وفي رواية تانية إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يستخرج السحر من البئر واستخرجه، وكان فيه خيط معقود، وسيدنا جبريل عليه السلام قرأ عليه بالمعوذات وبدأت العقد تتفك، والرسول صلى الله عليه وسلم بقى نشيط بعدها. أما في الرواية دي السيدة عائشة تقصد باستخرجته يعني نشرته للناس، فالرسول جاوبها إنه ما نشروش علشان خاف تحصل مفاسد بكده، زي إن المنافقين مثلا يتعلموا السحر ويقضوا المؤمنين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستخراج السحر ودفنه، وفي بعض الروايات حرقه. انت بقى مسحور وتعبان وعايز برنامج علاجي تثق فيه، اتفضل اهو الرقية بالمعوذتين اللي هما سورة الفلق وسورة الناس، وهي دي الرقية اللي استخدمها سيدنا جبريل عليه السلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم. سورة الفلق اتفق المفسرون ان سبب نزولها هو سحر لبيد بن الأعصم، وربنا أمرنا بالاستعاذة من السحر في السورة دي، فقال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السحرة.
هات بقى خاتم التسبيح بتاعك علشان تتشجع، واقعد ردد سورة الفلق وسورة الناس بدون عدد محدد، أكبر عدد تقدر تقوله قوله. لازم ننبه طبعا على ضرورة إنك تحافظ على أثرك زي شعرك، ضوافرك، لبس فيه ريحتك، لأن النفوس المريضة كتيرة مع الأسف. نيجي بقى للشبهة اللي بيستخدمها بعض أعداء الإسلام في الموضوع ده. بيقولوا إن السحر ده بيشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، زي إنه ممكن مثلا يتخيل إن سيدنا جبريل عليه السلام بيأتيه وهو مش بيأتيه، وده طبعا بيشكك في الرسالة كلها. وقالوا إزاي يتسحر الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا بيقول عنه، اسمع كلام ربنا، والله يعصمك من الناس. طبعا كل اللي قالوه ده باطل قطعا، والرد عليهم إن العصمة المقصودة في الآية دي هي العصمة في تبليغ الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة شريعة. نسمع كده الآية من أولها بتقول إيه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الأنبياء ليسوا معصومين من الأذى والمرض الدنيوي والمرض الخاص بالبدن، وعلشان كده ربنا بيقول في القرآن الذين يؤذون النبي، يعني الأذى في الدنيا وفي البدن واقع، لكن الوحي معصوم، وده بيقع للأنبياء علشان يزود درجاتهم في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتخيل إنه بيعمل حاجة من أمور الدنيا وهو ما عملهاش، فده بيخليه مرض زي أي مرض وما يسببش أي نقص في الرسالة، والمرض ده ما أثرش على عقله لكن كان خاص بالبصر. العلماء قالوا إن سحر التخيل ده اتعرض ليه برضو سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون. اسمع كلام ربنا، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. محدش بقى شكك في رسالة سيدنا موسى عليه السلام. النقطة التانية إن ربنا شفاه من الابتلاء ده وأطلعه على مكان السحر واستخرجه وزال عنه المرض تماما. ربنا سبحانه وتعالى عرف الرسول صلى الله عليه وسلم السحر اللي أخفاه اليهود وبكل التفاصيل الدقيقة دي. ده بيدل إنه صلى الله عليه وسلم بيوحى إليه من الله وبيعلم من عند الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت إنه هو سقط من على الفرس وكسرت رباعيته يوم أحد، يعني سنته، يعني كل حاجة بتتعلق بالبشرية بيجري على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجري على البشر. نراجع بقى مع بعض التطبيق العملي لحلقة النهاردة. استخدم سلاح الدعاء، نتحرى أوقات الإجابة، حافظ على أثرك، الرقية بالمعوذتين تشفي بإذن الله، ادعي وانت ممكن ان ربنا سمعك وهيستجيب لك ان شاء الله في الوقت المناسب. لازم المؤمن يعتقد ان السحر مش هيأثر فيه إلا بإذن الله.